كام مرة كنت ماسك موبايلك عشان تبعت مسج معين او ترد على حد، وتلاقي نفسك عدى الوقت وقفلت الموبايل خلاص عادي، افتكرت في اخر اليوم اللي انت نسيت ترد عليه، مع انك في دماغك والله العظيم رديت عليه وانا مصدقاك ان انت صادق. بس في حاجة غلط بنعملها. فضلت ماسك الموبايل ساعة او اتنين وعمال الف من اكاونت من فيسبوك مثلا لانستجرام، وفضلت طول الوقت عمال من هنا لهنا وما بعتش المسج. انت حاسس ان انت عقلك مش موجود وانت بتسكرول طول الوقت، انت اصلا مش عارف انت بتسكرول ليه. اسأل نفسك انت بتعمل ده ليه. هتلاقي ان انت خايف ان في حاجة تفوتك، وتبقى لسه خارج من الابليكيشن ترجع له تاني عشان خايف ان يكون في حاجة فاتتك في ال5 دقايق دول. الموضوع ده اسمه فومو او الخوف من فوات الاشياء، او ان انت تبقى خايف ان دايما في حاجه تفوتك. وده ظهر في بدايه الالفينات في جامعه هارفارد. كان في دراسه بتتكلم على موضوع ان هو دايما ارتبط استخدامه او كلمه الفومو دي ارتبطت دايما بالسوشيال ميديا، لان هي اكتر حاجه بتزود الموضوع ده، لان طول الوقت انت حاسس ان في حاجه